السلام عليكم. انا هبه عدلي، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه جديده وسريعه ومش كلنا نعرفها، بس من جمال الوصفه ان شاء الله طعمها هتحبوها. وصفتنا النهارده هي كبيبه الانشوجه او البسارية على حسب الاسم المتعارف عليه في كل بلد. هنجيب كيلو الا ربع انشوجة متنضفة ومخلية، ومعلقة كمون وفلفل اسود، ومعلقة توم باودر، ومعلقة شطة وبابريكا، ومعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقتين دقيق، ومعلقة كبيرة نشا، وخضرة متقطعة، ونص ليمونة، وبيضة واحدة. هنجيب طبق ونضيف المكونات الجافة على بعضها ونخفق البيضة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هنضيف الخضرة ونقلب كويس، وبعدين نضيف البسارية او الانشوجة ونبدأ نقلب كويس قوي. بس انا هنا شلت المضرب، وبعدين بدأت ان انا الم كده البسارية بالمعلقة الخشب. هسخن الزيت وابدأ بقى اشكل الانشوجة كده على شكل القرصة وانزلها في الزيت كده، وهخلص بقية الكمية في الطاسة، وهبدأ ان انا ما اجيش جنبها خالص لغاية ما تاخد لون من تحت. وهبدأ بعد كده ان انا اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه، بجد مقرمشة وحلوة جدا وريحتها تحفة. واتمنى بجد ان كنتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت. اسيبكم بقى مع الوصفة، وكان معاكم هبة عدلي، واتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.